السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء النور، يسعد مساكم بكل خير. إن شاء الله كم تكونوا لاباس وبخير وعلى خير وأنتم تحضروا هذا الفيديو. نرحب بكم جميعا في قناة عالم أم جنى، وإن شاء الله يكون المحتوى اللي راني نقدمه لكم خفيف وظريف ومفيد، هذا أهم شيء. شكرا لدعمكم الدائم لي، تعليقاتكم الإيجابية وكل من اشترك. نقولكم ربي يحفظكم وبارك الله فيكم جميعا. فيديو اليوم جميل جدا، راح نحكي لكم موضوع كما نقولوا في الواقع نتاعنا، وراه صاري، راه يعني الصراحة غير بزاف من مجريات الحياة، وغير حتى معاني الحياة. هذا نهار شباب بزاف، وطبعا كما كنت نحكي لكم أنا دائما نحب القراءة عندي هواية، نحسها كما قلت لكم، كما البطن تحتاج الطعام، أنا نحس أنه عقلي يحتاج الكتاب. فرحنا لهذه المكتبة. هذه المكتبة متواجدة في بورصة، اسمها مركز إرادتي. هذا المركز متنوع ثقافي، مركز ثقافي متنوع، فيه أنشطة بزاف، فيه كما قالوا موسيقى، فيه رسم، فيه الخط العربي، فيه الخطوط كلها. مكتبة تحبي تقراي، تحبي تدي استعارة مجانية، الناس اللي راي في بورصة تجي تستعير الكتب، ومدة استعارة الكتاب هي شهر كامل، وكاين كتب للبيع تقدري تشريهم، مبالغهم مش غالية بزاف. ننصحكم أنه تزوروا هذا المركز، بالنسبة للناس اللي راهي مقيمة في بورصة. طبعا حتى صار لنا نصيب انه تلاقينا بشاعر من الشعراء في هذا المركز، وحكينا على الجزائر، واعطينا له انواجر نبذه عن الجزائر وثقافتنا، وانه اللغه العربيه يعني هي لغتنا الاصليه، والحمد لله يعني الشعب الجزائري غني عن التعريف في لغته العربيه. وهذه بعض الوصفات تبعوها، وانني نحكي لكم على موضوعنا. نحط لكم ان شاء الله في اخر الفيديو، نكتب لكم المقادير وطريقه التحضير. موضوع اليوم البنات هي البساطة، وهي يعني صار موضوع البساطة والتكلف، يعني غيرنا معناتهم في الحياة، ورانا كما نقول لك كي غيرنا يعني ونحرف مسار المعنى الحقيقي نتاعهم. ولينا في كثر علينا شقة، وزادت همومنا، وكثرت ديوننا. فاليوم نحكي لكم موضوع جميل جدا، وإن شاء الله كل واحد يا ربي يسمعه يستفاد منه، لأني موضوع حقيقي الصراحة. ولينا في زمان ولات المظاهر فيه هي مسيطرة على كل شيء، والتكلف ولا فن ولينا نتنافسوا فيه حتى نظهروا بأحسن المظاهر، حتى لو كلفنا هذا الشيء يعني أغلى ما نملك. والمصيبة ولا التكلف مش فقط في الأفراح ولا في الأحزان. في الأحزان يعني صار قانون اجتماعي، يعني التكلف خلينا البساطة، وتكلفنا حتى نرضي فلان وفلانة، وما نسمعوش فلانة تضحك علينا وفلان يضحك علينا. يعني بلاء اجتماعي ولينا فيه، وهذا الشيء سبب لنا الشقة، الديون، كثر ديوننا، الهم زاد، الغم زاد. وفن الحياة السعيدة من نتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. جبت لكم اليوم قصة رائعة تفيدكم إن شاء الله، وانصحوا بها أمهاتكم، جداتكم، أخواتكم. بارطاجيوا هذا الفيديو إذا لقيتوه انفعكم مع أحبابكم وأصحابكم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم جاء راجل يشتكي الجوع. طبعا الحديث راح نكتبها لكم فوق، ولكن انا نعطيه للمعنى لاني بزاف ناس كبار تتبعني، فنقولهم نحكي بلغتنا، بلهجتنا، ببساطتنا. المهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له جاه يشتكي الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى واحده من زوجاته، اعطينا طعام للضيف نتاعنا. بعثت له ما عندنا شيء ينفع الجائع، يعني الضيف نتاعنا، غير الماء. بعث للثانية والثالثة، صح عندهم فقط الماء. تخيلوا أكرم بيت وأطهر بيت وأرفع بيت في الدنيا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الموقف نتاعه، تخيلوا احنا يكون يصرى في هذا الزمان راجل يبعث لمرته ويقول لها ما كانش هكا، تصرت تقلب الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمر وجهه، ولم يتغير لونه، ولم يعني بكل حقيقة، لأن البساطة هي الحقيقة وهي الواقع فقط. صد للصحابة، قال لهم من يتكلف بهذا الضيف ويسد الجوع نتاعه. كاين صحابي عنده قدرة، فدى هذا الضيف وأكرمه بالموجود، يعني بالموجود. حتى هذا الصحابي صار عنده موقف، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نتعلمه. كي بعدنا بزاف ولينا في مصايب.
البساطة تعني الواقعية وتعني الحقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالوش، يعني عفوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انه راح الناس تضحك علينا ويقولوا يا حي من بيت النبي. تخيلوها انت، يقولوا من بيت النبي وما اكرموش وما ضيفوش، ولكن عندهم الماء. الماء ما ينفع الجوع، يروي عطش ولكن ما ينفع جوعه. فما شاء الله يعني تصرف من خير النبي صلى، يعني من خير خلق الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يولينا ذروك في الاموات. نحكي لكم مثلا على بلديتي، ما نخصصش الولايات لاني ما نعرفش كل ولايه واش هي الاخر، ولكن احنا عندنا القرح كما يقولوا الموت كي تصرع، يقعدوا بالثلاث ايام 4 ايام يرقدوا ياكلوا يشربوا، ومن بعد يضحكوا فلانه ما قامتش به. كيفاش مثلا بنتها تبكي ولا بنته ولا امه ولا اختها تبكي كما قلت لك ظهرها قلبها وهما جايين يعني يضحكوا على فلان وفلان. كل واحد وقدرته، كل واحد وقدرته. الصراحه احنا رانا كما قال لك جيل مثقف واعي، تركنا ثقافتنا، رحنا مثلا على غفلة الواحد ولقينا عندها برك الخبز والكونفيتير، لقينا عندها القهوة، ما لقيناش عندها السكر. عليه الضحك؟ عليه؟ نورمال، هذه هي الحياة، كل واحد ويعيش حياته. ما مشي شرط والله لازم انا نتكلف نروح نبيع صوالحي ولا نروح ندين. نلقاو الرجل كاين نساوين ولا تضغط على رجالها، حتى اللي يروحوا يدينوا ويصفروا كما قال لك وقت ما عندهاش حتى وين بيها، غير باش يرضي فلانه وفلانه ما تضحكش عليها. يعني من ما لازمش نحسبوا حساب للناس، نتصرفوا بكل بساطة. كاين الجود بالموجود كما يقول لك، البيت الذي يقدم لضيفه ما عنده دون بخل أو إهمال فقد أكرم بما يملك، وهل بعد الإكرام بما يملك المرء إكرام؟ يعني فالواحد مثلا اللي عنده يحطها. كي ولينا في التكلف ولينا نحسبوا حساب للناس، ضيعنا حياتنا، راحت البساطة، راحت الحياة. حتى في رمضان والله العظيم الناس ولات متعرضش بعضها البعض. زمان ونحن صغار نعقلوا يا حي كانت الشوربة حريرة وسلطة معاها وطاجين واحد ها، ونعرضوا الناس وفرحانين خاطرش عليه البساطة، بكل بساطة وبكل واقعية. هذا الموجود عندنا. المهم اللمة ولا ضروري نحطوا جميع الأطباق وجميع تبذير، اسمه تبذير وإسراف الصراحة حتى يرضى الضيف. أنا هذا قانون درته في حياتي إن شاء الله، ما غاديش نتكلف إلا الشيء الموجود عندي بإذن الله، والله العظيم بإذن الله. فأنتم ثاني ديروها قانون حتى ترجع الحياة كما قال لك، ترجع بسيطة كما كنا عايشينها زمان. مشي نعلموا ولادنا منظر وقت التكلف. والله العظيم مرات نروحوا هكا صفرات تحطي ما تحطي كو غياكلوا، ما تاكل هذه وهذه وتخسر بعدها آخر شيء نكبوا. فحرام نعمة الموجود كما يقول لك، الجود بالموجود، يعني الكرم بما كان عندنا. حتى الكرم غيرنا معناه، يعني انحرف مسار وأصبح مقرون بالإسراف والتبذير. وصاحب الوليمة يعني يتدين ويتكلف فوق طاقته حتى يقولوا عليه كريم ويقولوا عليه ما شاء الله، يعني هذا موش فقير وهذا. فالله يهدينا جميعا، والله العظيم الله يهدينا جميعا. والله من هكا من يومين 3 أيام نشوف في هكا منشور واحدة من هذو اللي صراب عندهم الزلزال، يعني من اخواتنا وشقيقاتنا، اخواتنا وشقيقاتنا اللي صراب معها الزلزال، تحطم بيتها كامل ومات ولادها وزوجها. فقالت يا ريتني نرجع الايام زمان. قالت كنت دائما نكد على راجلي، شوفوا الناس كيفاش عايشه، شوفوا دارها كيفاش دايره. مهم قالت ما كنتش راضيه على الحياه اللي كنت عايشتها انا، ما كان عجبني حتى حاجه. نبغي البيوت، كنت كنشوف في السوشيال ميديا دوك البيوت، نبغي بيتي يكون كيفهم، نبغي يكون عندي نطلع نخرج. فالصراحه ماشي كامل اللي يفوت على السوشيال ميديا هو حياته الحقيقيه. فالناس كل واحد ومقدوره، يعني مش لازم والله نتكلفوا. انا حتى نعيش حياة، يعني المال عمره ما صنع سعادة، ولا البيوت الفخمة القصور عمرها ما، يعني نشوف قصور ولكن نلقاو المشاكل اللي فيها والأحزان اللي فيها. يعني ديجا رانا نشوف الحمد لله رانا في عالم منفتح، بزاف بزاف ناس هكا عندها قصور وعندها فيلات وعندها، بصح دائما عندها البؤس وعندها المشابكات والدباز والله نعقلها مرة وإحنا صغار. يعني كاين جيران يعني لدرجة دي هكا لاباس بيهم أغنياء، كي تشوفيهم من برا الفيلا تاعهم ما شاء الله، يعني تدخلي لها من داخل واحد ما يقعد مع واحد ما يجمع مع واحد. فالمهم هذا البنت تقول انه كنت مش راضية على الشيء اللي انا كنت عايشته وراجلي. قلت بصح دروك نتمنى انه ترجع الحياة ويرجع بيتي هذاك القديم معليش، ويرجع المواعين تاعي ذيك القديمة معليش، وراجلي ولادي
بما عندهم. اهم شيء اني ما نقعدش وحيده دروك فقدت كل شيء، فالحمد لله الواحد يرضى بما عنده ويعيش ببساطه. واللي عنده ماشي شرط والله انا شفت فلانه شاريه طبسي ب10 آلاف ولا نشري انا ثاني كيفه. كل واحد يعيش على قده، وكل واحد يعيش ببساطه، وكل واحد يضيف ضيفه بما عنده. ما تكلفوش رواحكم، ما تحاولوش تعيشوا حياه غيركم. كل واحد يعيش حياته ويرضى بها، وهذه هي الحياه. كما يقول لك البساطة هي سر السعادة. وتذكروا هذا الحديث الشريف اللي كتبتها لكم قبيلة وشرحت لكم بمنطقنا العامي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما النبي، يعني هذا راه يعلمنا أنه جاك ضيف، جاك أي واحد سائلك، اللي عندك حط له حتى لو شربة ماء. ونتمنى انه ديروا هذه، تكتبوها في ورقة هكا، وين يعني البلاصة اللي دايما تشوفي فيها في كوزينتك، خاصة يعني نحن النسوان، انه نعيش حياتي ببساطة وما نكلفش روحي قدر المستطاع. راجي رمضان لما انا جبت لكم هذا الموضوع لاني يعني دايما رمضان مربوط باللمات واللموم، يعني مربوط بصوالح زينة. فما نكلفوش رواحنا. المهم نعرض ضيفي خليه يحكي، ما نقولش انا شي يحكي وما يحكي، دبر راسه انا اللي درت اللي عليا، والباقي ما يهمنيش واش من حكى يحكي عليا. والله يعني رمضان دائما تكون فيه اللمة، تكون فيه، خلونا نعيشوا ببساطة، نعيشوا بروح مرحة، وتبقى هذه ذكريات لولادنا. ماشي شرط والله دروك حنايا الولاد يتعلموا منا احنا الكبار، كيما يشوفونا نتصرفوا يتصرفوا، ما شافوناش نعارضوا، ما شافونا كي نعارضوا نتكلفوا، اذا ما تكلفناش ماشي عارضه يبدا. ف لازم نغيروا نحن من مفاهيم الحياة تاعنا، لازم احنا ننظموا حياتنا. ماشي والله العظيم اذا انا سمعت لفلان وفلانة وانتي سمعتي لفلان وفلانة وارائهم ما غاديش نعيشوا. واصلا انا شايفينها في يعني في حياتنا. بزاف الناس انعزلت، ما وليناش اجتماعيين مورا هذا يعني الاختراعات والابداعات اللي احنا طلعناها من راسنا، بعيدة كل البعد عن الدين، ما يتقبلها لا عقل ولا دين يعني الصراحة. فاجدادنا كيفاش عاشوا ما شاء الله فرحانين، عاشوا مبسوطين مورا بساطتهم. والله العظيم تقول لك جداتي تقول لك حنايا كنا نتلمدوا غير الى طاس تاع البن وخبزه تاع كسره ونكونوا فرحانين. وناس بكري كانوا يعيشوا كاع مع بعضهم. ادخل الضيف على غفله شافها مثلا ماشي منظمه، دروك تلقاها ماشي منظمه غير في ذاك النهار، تبدا اي فلانه موسخه، اي فلانه عندها اولادها وعندها مشاغل وعندها واش تلحق لا تلحق. نبطلوا نحاضروا على بعضنا البعض. والله اذا نحن ما غيرناش في انفسنا نبقاو هكا مجتمع خايب. وهذه الوصفات ان شاء الله نتمنى انه تجربوها وتعجبكم. الصراحه هي هذه وصفات قديمه وحبيت اني نشاركها معكم، قلت باش من تستفادوا منها قدر المستطاع. المهم نرجعوا لوصفاتنا. بالنسبة لخبز البيدا التركي، أنا هذا يعني المقادير وهذا الوصفة معتمدتها في كل المعجنات نتاعي، إلا اللي تدخلها الزبدة من بعد هي اللي نحط لها. وكي اللي تحتاج خميرة الحلويات في التالي مثلا مغرف صغيرة نديرها، ولكن الوصفة الأساسية هي دائما نديرها كاس حليب، كاس ماء، نص كاس تاع زيت في المعجنات، وندير معاها خميرة الخبز مغرف كبيرة، او اللي عندها الكيس تحط 10 غرامات، ومن الملح حسب الرغبة. اللي كاين الناس تبغيها حلو مالحة، كاين اللي تبغيها وسط، كاين والسكر ثاني حسب الرغبة. انا نحط فيها مغرف ولا 2 مغارف مرات تاع سكر. والطحين الفارينة تدي تقريبا 5 كاسات، وراح نكتبها لكم ان شاء الله باش اذا بغيتوا تعتمدوها تلقاو المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. وتخلوها تخمر، يعني سر البيضة التركية حتى تخرج لكم مليحة خلوها تخمر. انا تقريبا حتى لساعة ما نطول عليها بالي، وبعدها كي نقسمها ثاني نخليها ترتاح 1 ل10 دقائق، وبعد ما نخبزها ثاني نخليها ترتاح 1 ل5 دقائق ويكون الجو دافي. وبعدها تطيب كما الخبز يطيب على نار عالية، وكل وحدة والفور تاعي يختلف من وحدة لوحدة. اما بالنسبه للارز جربوه ثاني ان شاء الله، يعني طبق رائع طبق رئيسي تعتمدوه مثلا في عرضاتكم، ولا يعني كل واحد كما قلت لكم واش يديره في بيته. ولا المهم وصفه رائعه جميله جدا، وتريليتشات تركيه ثاني قدمتها لكم. ونحط لكم ان شاء الله
المقادير وطريقة التحضير في آخر الفيديو نكتبها لكم إن شاء الله. هذه هي حبيباتي خلاص نهار الفيديو نتاعنا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع نتاعنا. وعذروني على السرعه لاني ما شاء الله ما نسمعلكش روحي وانا نحكي مده الفيديو قصيره، فنحاول اني نسرع نجري مورا الكلمات باش نقبضها. تهلاو في رواحكم، ما بقى لي غير نقول لكم سلام الى فيديو واحد اخر.